دول 3 افلام كوري لازم تتفرج عليهم. اول فيلم هو فيلم سايلنت اللي بيتكلم عن مدرس مراته بتموت وبعدها بيشتغل في مدرسه اطفال للسم، ولما بيشتغل هناك بيكتشف ان الاطفال بيتعرضوا لحالات تحرش وان المدرسه بتحاول تخفي اي ادله تثبت الكلام ده، فهو بيقرر ان هو يساعدهم ويحاول يثبت اللي المدرسه بتحاول تخفيه. اتفرج على الفيلم ده وهيعجبك. الفيلم الثاني هو فيلم فورجادن اللي بيحكي عن شاب اخوه الكبير بيتخطف وبيغيب عن البيت 19 يوم وبيرجع بعدها من غير ما يعرفوا مين اللي خطفه وبيكون فاقد الذاكره، ومن هنا بيقرر اخوه الصغير ان هو يبدا يدور عشان يعرف ايه اللي حصل مع اخوه الكبير ومين اللي عمل فيه كده، ومن هنا بتبدا تحصل احداث غامضه كتير جدا، وصدقني ده واحد من اكتر الافلام اللي نهايته هتصدمك. اتفرج على الفيلم ده وهيعجبك جدا. واخر فيلم هقول لك عليه النهارده هو فيلم هوب واللي بيحكي عن قصه حقيقيه، وهو قصه بنت عندها 8 سنين بتتعرض وهي صغيره للاعتداء، فبيحاولوا اهلها ان هم يدعموها نفسيا ومعنويا علشان تقدر تعدي الفتره دي من حياتها. وزي ما قلت لك الفيلم ده قصته حقيقيه، فاتفرج على الفيلم ده وهيعجبك. وبكده قلت لك على ال3 افلام بتوع النهارده. ما تنساش لو الحلقه عجبتك اعمل لايك وشير وابعت الفيديو لاصحابك، ولو انت عايز تفاصيل اكتر ومراجعه افلام وفلوج للسينما هتلاقيني سايب لك لينك اليوتيوب تحت، تابعني هناك عشان هننزل حلقات كتير الفتره اللي جايه. اشوفكم الحلقه اللي جايه وسلام.